احيانا كتير انا ببقى معتمد على احساسي وشعوري بالقيمه كرجل، ان انا اخده كله من شريكه حياتي. بمعنى ان انا منتظر منها باستمرار انها تقول لي كلام حلو، انها تقدرني، انها تفضل معجبه بيا، انها تبقى بتمدحني في كل حاجه، ان هي ما تنتقدنيش ابدا ولا تحاول تعدل عليا في اي حاجه في الدنيا. هنا اصبح عندي اعتماديه في تسديد الاحتياج النفسي بالشعور بالقيمه، عايز اخده كله من شريكه حياتي. ولو شريكة حياتي أثرت في الحتة دي بالتوقعات اللي في ذهني، أبدأ أثور وأبدأ أبقى متضايق جدا. وده طبعا ساعات الأزواج النرجسيين بيقعوا فيه بسهولة جدا، ويفرموا شركاء حياتهم بسبب متطلباتهم الشديدة للإعجاب المستمر وللتقدير المستمر منهم. ولو شريكة حياتهم ما عملتش كده تبقى الدنيا خربت. بس أحيانا كتير بصرف النظر عن الأزواج النرجسيين، ساعات إحنا كأزواج طبيعيين في الحياة الزوجية بنقع برضو في الفخ بتاع ان احنا نبدا ناخد احتياجنا النفسي كله من شريكه الحياه. ان احنا المفروض بنسدد الاحتياجات لبعض، لكن في نفس الوقت كل واحد عنده قدر من الاستقلاليه وعنده قدر من ان هو يقدر يسدد احتياجاته النفسيه بعيدا عن شريك حياته. فانا بثق في نفسي بشكل عام، بقدر اخد اماني من علاقتي مع الله، بقدر اشعر بالانجاز في الحاجات اللي انا شاطر فيها واللي انا بنجح فيها بصرف النظر عن شريك حياتي. لكن لو اصريت ان انا امص دم شريك حياتي علشان يشبعني نفسيا ويسدد لي كل الاحتياجات النفسيه، دي هتوقعنا في مشاكل مع بعض وهتخلي العلاقه مش متوازنه خالص. بتبان احيانا الصوره دي برضو للزوجه مثلا اللي ما عندهاش اي انشطه خاصه بيها بعيدا عن شريك حياتها. يعني ما عندهاش شغل، ما عندهاش خدمه، ما عندهاش اصحاب، يمكن علاقتها مع اسرتها كمان او عيلتها الاصليه متوتره شويه، فتبقى كل حياتها معتمده على وجودها ولزقتها في شريك حياتها بشكل عام، وكأن الحياه كلها وقفت. اصبح حياتها متصله بشريك حياتها بشكل خاص بطريقه زياده. طبعا احنا زي ما قلنا ده مش معناه ان احنا نبعد عن بعض، ولا معناه ان احنا مش هنتحد ببعض، لا احنا بنتحد ببعض ونسدد لبعض جزء من احتياجاتنا النفسيه، لكن احنا مش مسؤولين عن تسديد كل احتياجاتنا النفسيه لبعض في الحياه الزوجيه.